لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلف الصالحون وعلى من نوى حبيب علي الهبشي وعلى من أسلف الصالحون أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسير كل أمرنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على
محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا ما نوالا. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا ما نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا قلب سروره
جاز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة فقف من جاد البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان. صلى الله عليه. منه الجنى من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. أثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه. وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر. صلى الله عليه. وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه اللهم صل وسلم عليه. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه. صلى الله عليه. ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بودي وحبه ما أضر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما تلقت إرادة الله في العلم أما بعد
فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره ومودع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه مستقر بالأسلام بالفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه حير الأفكار ذوره وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النار معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصى بذلك الموصول تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لم تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ولكن إلى تدوين ما حبت من شيء أشرف المخلوقين صلى الله عليه وما أقرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى السماء أوصى فيها العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك
حلوا به وانشد فؤاد ضاع في ذاك الفداء وقرأ السلام وغيله عني وصيف ما حل بي بعد البعاد من الظلام يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا حلوا به وانشد فؤاد ضاع في ذاك الفداء وقرأ السلام وغيله عني وصيف ما حل بي بعد البعاد من الظلام يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا ورعد جير الدين حلوا به وانشد فؤاد ضاع في ذاك الفداء وقرأ السلام وغيره عني وصيف ما حل بي بعد البعاد من الظلام يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا لما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها بيا معدن الجود وأنادياتها بيا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها بي يا معدن الجود وأنادياتها بي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود منيتي
معدن يا الجود راس الكون اللي عاشق مستهام يا راس الكون اللي عاشق مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن يا الجود راس الكون اللي عاشق مستهام يا راس الكون اللي عاشق مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر طالما التمام أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن يا الجود راس الكون إني عاشق مستهام يا راس الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا
وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيضر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن غرب وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظر وجود الإله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. وانقلب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Pakhusyuk hadiraki Kanjeng Nabi, pakarong daga Kanjeng Nabi. Asyaraqa al-kaunu batihajan bi wujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دينا نهجا سبيلي واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهي في جوار خير مقعد مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an kitabur risalah al-Kusyairiyah. Radiyallahu ankum ala maqala radiyallahu an alamatu syagawati thalathatu asya' yurzakul ilm wa yuhramul amal wa yurzakul amal wa yuhramul ikhlas wa yurzaku suhbatas salihin wa la yuhtaramu lahum ila akhir ma qala radiyallahu anhu wa ardah. Al-Imam Al-Kusyairi mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, beliau mengatakan alamatus syaqawati thalathatu asya', tanda-tanda seseorang yang akan menjadi orang yang celaka atau rugi. Thalathatu asya', ada 3 golongan. Pertama, yurzakul ilm wa yuhramul amalu. Yang pertama adalah orang yang diberi rizki ilmu akan tetapi dihalangi untuk mengamalkan ilmu. Ebri ilmu tapi ilmu tak yang malaki. Berarti orang neka alamatus syaqawah. Tanda-tanda orang yang akan celaka, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Maka beramal adalah buah daripada ilmu. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin wa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim mengerti tentang ilmu agama, bi'ilmihi lam ya'malan, akan tetapi dengan ilmunya tidak ada pengamalan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, kelak di akhirat orang yang seperti ini akan disiksa oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka penyembah-penyembah berhala. Taib, semampuna lakonen panapa kemampuan sekalipun sekonek daripada amal sampai ilmu seka andi kuluman jenengan nika ternyata nyakseen hujjatan alaina la hujjatan lana, menyaksikan keburukan kita tidak menyaksikan kebaikan kita. Lah ya kaki kan ngerti maki ngelakuin kadaria, maka ilmu bekal teti saksi atas kecubaan kauluban panjenengan. Oleh karena itu setiap orang yang di ilmu kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu, maka insya Allah bakal beri bantuan tining Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu. Kedua, wa yurzakul amalu wa yuhramul ikhlasu, diberi rezeki beramal tapi sayang tak ikhlas. Ilmu bedeh king tak beramal, atau beramal tapi tidak tak ikhlas. Ikhlas ini ka larang regana. Al ikhlasu thaminun jiddan la yumkinu ayyatiya min syakhsin rakhis. Ikhlas itu adalah suatu barang yang sangat mahal dan tidak akan mampu membeli kecuali orang-orang yang kaya. Ikhlas neka sesuatu yang berharga tidak akan menghargai kecuali orang yang mengerti tentang harga tersebut. Sekuni tapi ikhlas cukup ya ikhwani, daripada banyak tapi tak ikhlas. Amal hadir kuluman jenengan ning sore hari mangkin usahaki ikhlas. Ibadah sepas-pasan ngak neka diimbangi dibarengi dengan ikhlas agar berbobot muka Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas neka adalah ruh daripada amal. Orang odi tapi ada erunah ya tak kena ngodi, tak kena kocak orang odi. Beramal tapi tak ikhlas percuma.
sia-sia, ada nilai ya. Aneka pada belajar, tak sekapin orang mampu melakukan keikhlasan kecuali orang-orang yang mengerti tentang mahalnya daripada ikhlas. Terakhir, tanda-tanda orang yang akan celaka, yurzaku suhbatas salihin wala yahtarimu lahum wala yuhtarama lahum. Diberi rezeki dekat dengan orang soleh, wala yuhtaramu lahum, tapi sayang tidak mau menghormat kepada orang yang soleh. Orang yang paling celaka bukan mereka yang jauh dari Ka'bah, yang dekat dengan Ka'bah cuma tidak menghormat kepada Ka'bah. Orang yang akan celaka bukan mereka yang tidak dekat, yang tidak jauh daripada Nabi, tidak, mereka yang dekat tapi tidak cinta kepada Nabi. Dekat dengan orang soleh, bertetangga dengan orang soleh, benar ketemuan bi orang sesoleh, tapi tak ada penghormatan, pengagungan dekat orang semulia kita dengan Gusti Allah, para ulama, sulaha, orang-orang sesoleh, maka tanda orang bakal celaka. Sesemak ada orang sesoleh, ya bakhtukum, beruntung kalian dekat dengan orang yang soleh. Ya wailak, celaka sampean, semak ada orang sesoleh tapi sampean tak bisa hormat ada orang sesoleh. Beruntung mon ate cinta ada orang sesoleh. Imam Syafi'i, inni uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala minhumus syafa'ah wa agrahu man bida'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Aku mencintai orang yang soleh sekalipun aku bukan golongan daripada mereka, karena aku berharap kelak di akhirat dengan cinta dengan orang yang soleh akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada orang yang soleh. Kurang soleh Imam Syafi'i, kurang soleh ke Imam Syafi'i, kurang hebat sampean. Nabi Ibrahim apa saya minta dekat Gusti Allah? Rabbi habli minas salihin. Nabi Yusuf kurang hebat. Nabi Yusuf panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ceritanya dalam Al-Qur'an kocak ahsanal qasas, sebaik-baik kisah adalah kisahnya Nabi Yusuf. Buang itu budak, penjara Nabi Yusuf sekian tahun, tapi akhirnya jadi raja. Apa akhir daripada Nabi Yusuf minta dekat Allah Subhanahu wa taala? Tawaffani musliman walhiqni salihin. Kurang soleh Nabi Yusuf. Nah, kurang soleh Nabi Yusuf. Begitu betapa agungnya kedudukan orang sesoleh kok nang akhirat. Mohon makin kiai tanya ki motor abi ore. Numpak motor apa? Numpak motor Cherry. Nemu di mana kiai gereja? Kocak nemu di mana? Nemu karo kiai apa boleh? Numpak kiai numpak tosa mungkin. Nah, jadi ihtiram mereka tidak memandang kesolehan mereka, memandang pakaian mereka, memandang zahir mereka. Orang sesoleh banyak nih ya Hasani Sidogiri. Orang yang tak ngerti kan kurang biasa, pakai biasa. Tanpa ada orang pengikut pengawal, tak usah berada pasar. Subhanallah, orang sesoleh. Benih polan kiai mesti orang soleh belum tentu. Kadang saya tak nak umek lebih soleh, kadang saya budi lebih soleh. Saya oneng cuma Allah Subhanahu wa taala. Beri rezeki semak bi orang sesoleh tapi tak hormat orang sesoleh, min alamatus syaqawah, alamat celaka. Naudzubillah. Mentur muka telok ni kita ilmu manfaatnya. Beri ilmu tapi tak beramal, mentur muka bisa beramal tapi tak ikhlas. Mantar muka paring ni ikhlas, semak bi orang sesoleh tapi tak ihtiram, tak hormat orang soleh. Mantar muka bisa menghormat orang sesoleh. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواح والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.